الثدييات للقاء. كرة في انطلاقة لبرشلونة، خطرة، جول فيران توريس يسجل لبرشلونة، وبنى سيناريوهات والأرجح يأتي عن طريق البديل. شوف لامين يامال لما انطلق، لما مرر إلى فيران توريس يضع الهدف الثاني ويعادل النتيجة. إنها الحلول تأتي من رجل الحلول الأول تشافي هرنانديز، بالتغييرات، بالأرقام، بالإحصائيات، بالهندسة. نعم، سميها مثل ما تسميها، فيران ولامين يامال. زالت لبرشلونة، يامال زالت لبرشلونة. لامين يامال يبحث عن زميل. الخيارات المطروحة، استلام الكرة للبديل، الله على التسديدة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. إنه زلزولي يا سادة، إنه من التسديدات الجميلة. شوف الكرة، شوف التصدي لفيكاريو حارس مرمى توتنهام. مباراة تدخل في أجواء حماسية غير عما اللي شاهدناه في شوطي اللقاء. خطرة من فرانكي ديونغ في منطقة الجزاء، لكن تبعد من دفاعات توتنهام. لاحظ الآن محاولة في نقل الكرة للأمام. حكم اللقاء ورمية تماس لبرشلونة. كرة في التمريرة، انطلق زلزولي، انطلق عبد الصمد، فقد الكرة في اللعبة الماضية إلى رمية تماس. نقترب من الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وننتظر أيضا مشاركة سون هيونغ مين لربما اللي أصبحت أيضا مرتقبة وفي حاجة ماسة الآن أن يتدخل مدرب فريق توتنهام هوتسبير، لأنه هدافهم الأول طبعا في تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز، تواجده في دوري الأبطال، تواجده في كافة المسارح وفي كافة البطولات. طبعا هو هذا لامين يامال اللي راح يكون حديث برشلونة في هذه الأمسية، لطالما تواجد كبطاقة رابحة في هذا اللقاء خلال لعب توتنهام لمصلحة فريقه. طبعا كرة عرضية لبرشلونة، خطرة إلى لامين، يترك الكرة، يستلم الكرة، لا زال يحاول، هو كان عنده خيار الحصول على ضربة ركنية لكن خطأ لمصلحة. والله ذكي عنده فكر. شوف المحاولة في البداية، حاول أن يموه الكرة، فيها خطأ لمصلحة فريق برشلونة، كسب منها خطأ. وعن أي خطأ تتحدث من مكان لربما يصعد الخطورة للفريق توتنهام الآن إلى سبينس. محاولة في المرور من سبينس، لكن برافو يا زلزولي، برافو يا عبد الصمد. عودة لمنطقة جزاء فريق برشلونة مع إلكاي غاندوغان. محاولة في إرسال كرة للأمام في الجهة اليمنى، خيارات التمرير مع لامين يامال. يا على مهارة جميلة، لكنها تكمل فاتي أنسو، جول برشلونة بطاقة الشباب. الله على اللقطة، شوف متع ناظري، متع بصرك باللقطة الماضية مع لامين، مع التمريرة إلى أنسو فاتي في منطقة. يا سلام. هذا هو برشلونة اللي يعرفه الجميع ويعرفه الشارع الرياضي العالمي في كرة يا سلام. راحت في زاوية أنسو فاتي، شوف الزاوية المفتوحة، وشوف مناظرة المرمى، وشوف التسديدة. والخير للبدلاء طبعا، لأنهم من عادوا برشلونة إلى تعديل النتيجة. هذا اللاعب كان له دور في تراجع توتنهام وضياع للفرص في بداية 45 دقيقة. يا سلام يا يامال، يا سلام يا لامين يا لامين. كرة في منطقة الجزاء، الرابع يا سادة. عبد الصمد يسجل لبرشلونة. هي واضحة تماما يا روعة برشلونة. نعم، يبصم بالأربعة في هذا اللقاء. لاحظ اللمسة ولاحظ الهدف، ختامية كامبر، ختامية إخوان
ختامية هنا في لويس كومبانيس، الملعب الذي يستضيف هذا اللقاء. نعم يا سادة، حكم اللقاء يقترب من إنهاء الأمور. شوف محاولة أيضا اللاعب فيرمين، اللاعب البديل اللي شارك في شوط المباراة الثاني، من أجمل المباريات اللي شاهدناها في فترة الصيف، من أجمل النهائيات طبعا اللي كانت على قناة الشارقة الرياضية. هنا برشلونة